مرة ثانية. الدكتور أحمد صلاح حقيقة كان واضح تماما معي في هذه النقطة، حيث أكد أن يعني حينما تم دعم جهة أو طرف لشخص ما، الأمور بالنسبة إليهم كانت واضحة كحملة انتخابية، يعني أنهم يعني حساباتهم كانت واضحة منذ البداية. لكن ما يسمى في مصر بحزب الكنبة، أو بمعنى بسيط هم الأغلبية الصامتة التي لا تشارك في أي شيء، هل بالفعل هذه المجموعة من الناس أو هذا الحزب الصامت سيكون بيده بالفعل تغيير كافة الأمور أم لا؟ يعني هو أنا بداية أختلف في نقطة مع ضيفك الكريم السيد أحمد بشأن التصويت. يعني معروف لدينا في مصر الكتل التصويتية هي تتأرجح ما بين حزب الكنبة الذي نسميه نحن، وهو الذي يكون رأيه في يعني ساعة دخوله صندوق الانتخابات، والقوة التي لها قدرة كبيرة وعالية على الحشد. وهذه القوة المعروفة هي القوة الإسلامية بسبب وجودها في الشارع وداخل البيوت وفي دور العبادة والتصاقها بشكل كبير، خاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية من الصعيد وغيرها. هذه الكتل التصويتية بالتأكيد سوف يكون لها تأثير كبير بسبب يعني تمكن قادتها على حشد أكبر عدد ممكن، سواء بشكل شخصي أو من خلال البطاقات الشخصية التي أصبحت الآن يعني تباع وتشترى بمبالغ الريفية والمناطق البعيدة عن القاهرة والمدن الحضرية. فهذا نقطة الخلاف، يعني مسألة انضمام السلفيين لدعم السيد أبو الفتوح بالتأكيد سوف تغير كثيرا من الأمر. وهذا يعني أكيد السيد أحمد يعلم أن استطلاعات الرأي تقوم على أسس عينات عشوائية وليست دقيقة بالشكل الكافي، بدليل أن أحد تلك الاستطلاعات يظهر السيد أحمد شفيق في المقدمة، والآخر يظهر السيد عمرو موسى، ثم بعد ذلك يأتي السيد محمد مرسي في المقدمة أيضا، في استطلاعات رأي ليست قاصرة فقط على المصري اليوم ومركز الأهرام أو غيره. هناك جهات كثيرة تقوم بالاستطلاعات بنفس الطريقة وبنفس العينات وبنفس الأسلوب الإحصائي. وأنا يعني تحدثت مع أساتذة إعلام وأكدوا لي أن هذه الاستطلاعات غير دقيقة بالمعنى الكامل، لأننا في مصر نختلف كثيرا. ربما تفيد هذه الاستطلاعات في دول أكثر تقدما ولها تجارب ديمقراطية طويلة وعريقة، ولها وضوح في مصر معين. للأسف الشديد يعني هذه الأمور ليست دقيقة بالقدر الكافي. نعم. السيد محمود، أيضا عدم الوضوح في الشارع المصري بشكل ما كما أشرت، يعني بغض النظر عن النسب العشوائية، يعني عدم الوضوح كيف لي أنا مثلا كقائد حملة أو أنت كرجل محلل سياسي أن تستطيع أن تقيم الأمور؟ يعني هي يعني بالتأكيد الأمور متأرجحة بين أشخاص بعينهم، والكل يعني جرى هذا في تصويت المصريين للخارج. يعني أعلنت حملة محمد مرسي أنه يتصدر السباق في المصريين في الخارج، وأعلن حمدين صباحي نفس الأمر، وأعلن السيد عمرو موسى أو لم يعلن ولكنه بالتأكيد يعني يقول أنه متصدر أيضا لتصويت المصريين في الخارج. حتى حملة أحمد شفيق قالت أنه يتصدر تصويت المصريين في الخارج. في النهاية الأمر إذا كان شديد التعقيد، ولكن يجب الحساب بدقة ما هي الكتل التصويتية الكبيرة. مثلا أعلنت كتل تصويتية خاصة بالإخوة المسيحيين دعمهم للسيد أحمد شفيق، وأعلنت أخرى دعمها لمرشح مدني، تاركة المجال لمن يفهم ذلك ومعناه أن يصب في صالح السيد عمرو موسى تحديدا هذا التصويت. الكتل التصويتية الكبرى القادرة على الحشد الذي نراه في كل شوارع مصر وحتى على طرق السريعة في الطرق الصحراوية والزراعية، هذه الكتل الإسلامية التي أحدها يؤيد أبو الفتوح والآخر يؤيد السيد محمد مرسي. وإن كان تضارب
رجلين في الكتلة التصويتية ربما يصبوا في صالح السيد عمرو موسى، لأن أبو الفتوح الآن لا نقطة مهمة جدا أنا أقولها لك. إذا كانت سلفيون يعني لديهم قدرة كبيرة على الحشد، ولكن ربما يعني يتسبب دعم السلفيين لأبو الفتوح الذي يصدر نفسه على أنه إسلامي مستنير وذو فكر إسلامي إلى حد ما أقرب إلى الليبرالية منه إلى الإسلامية إذا كانت له مرجعية إسلامية، ولكنه أقرب إلى الفكر المتفتح المستنير، ربما يسحب من تحته البساط لصالح السيد عمرو موسى أيضا، لأن هناك بالتأكيد قوة سوف تخشى من السلفيين لن يؤيدوا السيد أبو الفتوح هباء، وإنما بالتأكيد هناك تفاهمات تمت وهناك صفقات عقدت وهناك سياقات سوف يتم العمل من خلالها إذا ما فاز أبو الفتوح. أشكرك يا سيد محمود. أعود إليك يا دكتور أحمد صلاح كامل. يعني بصراحة شديدة، ما الذي يقلقكم في الفترة القادمة؟ والله يا فندم، أول حاجة أرجع لأول رد